شيكابالا مش طرف في الموضوع، وشيكابالا ملوش علاقه بالموضوع خالص يا كابتن. احنا بنلاعب فاركو، تمام؟ ايه دخل شيكابالا بالموضوع؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي الاهلاويه الجمال، انا جاي اقول لكم النهارده ان النادي الاهلي عالي العال. مستر كولر مدرب محترم. عمليه التدوير دي كان الاهلي مفتقد. احنا قلنا قبل كده ان بيتسو موسيماني اهلك اللعيبه، خلى على مدار سنتين بيلعب ب 13 او 14 لعيب بس. انما مع كولر الموضوع مختلف. هي عمليه التدوير، انا عندي في القائمه 40 لعيب، ايه اللي يخليني اعتمد على 14 او 15 او ايا كان عدد اللعيبه اللي عندي؟ انا لازم اعتمد على اكبر عدد من اللعيبه، وده اللي مستر كولر اعتمد عليه في الفتره الاخيره. وانا يعني بوجه التحيه لكل الناس اللي موجوده في الجهاز الفني للنادي الاهلي على الدفع بلعيبه يعني ما بتلعبش. انا حاسس كده يا جماعه ان مش عارف تشكيله النادي الاهلي الاساسيه، مش عارفين مين هيبقى موجود ومين مش موجود. فدي في حد ذاتها بتدي فرصه لكل اللعيبه ان يبقى عندها الفكره ان هي هتشارك النهارده. فالاهلي في حته تانية، الاهلي فريق كبير، الاهلي فريق عظيم. حابب اشكر كل الناس جوه النادي الاهلي لان احنا بجد عالي العال، احنا غير بفضل الله. واتمنى من كل الناس اللي موجوده في مصر ولجنه الانضباط واتحاد الكوره كل يوم يوقفوا لنا كهرباء، لان الواد ده فعلا نفسه بتتفتح اول ما بيتوقف تلاقي كهرباء بيشتغل على طول. يعني على سبيل المثال اول ما قمنا النهارده من النوم قال لك ايه؟ كهرباء 12 مباراه، بسم الله الرحمن الرحيم. لقيناه بيلعب في ماتش سموحه وبيجيب. من كام يوم قال لك كهرباء توقف برضه. الواد كهرباء كل ما بيتوقف كل ما نفسه تتفتح. صاحبنا بقى تعبان يا عيني، خلاص هو الموضوع معاه خلصان خالص. عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك. ما تجيش تقول لي يا حبيبي انا اتعزلت عشان خاطر المؤامرة الكونية والعالم كله عليا وانا الوطني، انا الثوري. كل الكلام ده في الكليتش، وانت عارف ان انت الادب ولسانك طويل وما توقفتش كده. انت واخد حكم قضائي وراجل شتمت كل الناس. انما بقى الناس اللي شتمت شيكابالا، حبايبنا واخواتنا اللي في المدرجات، شيكابالا مش طرف في الموضوع، وشيكابالا ملوش علاقه بالموضوع خالص يا كابتن. احنا بنلاعب فاركو، تمام؟ ايه دخل شيكابالا بالموضوع؟ ولكن نفس الناس اللي زعلانه على شتيمه شيكابالا دي مش زعلانين على شتيمه الكابتن محمود الخطيب لامه واخته وكل الناس. مش زعلانين على شتيمه امهات مصر كلها. احنا في مصر بنتبع سياسه الكلب مكيالين. انا لو انا شايف ان شتيمه محمود الخطيب عاديه، اكيد هشوف شتيمه شيكابالا. يا جدعان احنا بنقول العدل هو اساس كل شيء. العدل ينطبق على مرتضى، ينطبق على ابراهيم، ينطبق على حسين، ينطبق على اي حد في مصر يا جماعه. ما ينفعش ان انا اجي اقول لا شيكابالا ما يتشتمش، لا ما برضه الكابتن محمود الخطيب ما يتشتمش. ما في يا جماعه، احنا ضد الشتيمه. انت لو انت اهلاوي بجد روح المدرجات وما تشتمش حد، شجع فريقك. لو انت زملكاوي بجد روح شجع فريقك وما تشتمش يا اخي، عشان دي كرة قدم، الموضوع مش مستاهل شتيمه. وبعدين انت مش هتروح لربنا سبحانه وتعالى وتقول له انا شتمت شيكابالا عشان هو كان بيلعب في الزمالك، او انا شتمت محمود الخطيب عشان هو رئيس النادي الاهلي. انت هتروح لربنا لوحدك، مفيش حد هيروح معاك. دي كوره، وانت في الاول وفي الاخر عزيزي الاهلاوي او الزملكاوي انت مش مستفيد منهم في حاجه. فما تخليش الموضوع ياخدك في حته ما ترضيش ربنا. وبس كده يا سيدي. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى وفي العشر الاواخر دول ان يحقن دماء اخواتنا في السودان ويحفظ اهل السودان شعبا وارضا. اللهم امين. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يرفع الغمه عن اهل السودان يا رب العالمين.